الفل عليكم، صباح الفل. صباح الشمس الطالعة والجو الحر، الجو حر خالص عندنا، بس قلت اصبح عليكم. اصبح عليكم واقول لكم صباح الخير عليكم. يلا بينا على السوق بقى نشوف هنشتري ايه النهارده. يلا بينا نشوف ايه هنجيب ايه وهنعمل ايه النهارده في السوق. طبعا مبارك عليكم يا رب جميعا ان شاء الله. نشوف بقى اجواء الشارع، طبعا كل الناس في الاشغال، الشارع بقى فاضي تمام، الدنيا رايقه. مفيش غيرنا بقى اللي بنقف في المطبخ والكلام ده، قاعدين في البيت بقى ما وراناش غير المطبخ وبس، احنا بس اللي في الشارع تمام. يلا خدوا جوله معايا كده ايه السوبر ماركت ونشوف ورانا ايه النهارده. احنا وصلنا السوبر ماركت مش بعيد يعني قوي من البيت. بس يلا بينا ننزل نشوف ايه الاخبار. حاجه عايزين نجيب كرنبايه، الكرنب بتاعنا ايه اخباره النهارده، الاسعار حلوه النهارده. حلو كتير. تشكيلة محاشي كده. واحدة كمان بالمرة، لو اتبقت مش مشكلة احطها في الفريزر. خلاص بصي دي ايه ده، في ايه هنحارب ولا ايه؟ لا لا مش هقدر، صعب قوي المحشي، صعب صعب يعني. بس لا لا يا جماعة، لا الموضوع هنا ايه اوفر قوي. ايه ده، معقول عشان اجيب مثلا كوسة اروح محل تاني تفتكروا؟ بس يعني لو كده ماشي هاخد دي بقى وخلاص. بس هو يعني دي الكرات عندنا في مصر عامل كده، وهنا الكرات عامل كده. يعني حد يقول لي بقى أنهي واحد فيهم، لان ايه دايما محتار بين ده اوكي وبين ده. قولوا لي بقى الفنجان الابيض عندنا عامل ازاي، كور بينج بونج. بصوا تشوفوا العجب هنا، بصوا بقى يا خلاصي. ايه ده ايه ده يا جدعان، ده ايه ده، هو مش استنوا عليها حرام شويه. وده نوع من البتنجان كده غريب الشكل، مش فاهمه في ايه. وده الاسود بصوا عامل ازاي، غريب غريب. بصوا ده بكام، يعني نص كيلو يعتبر، الباوند هنا يعتبر يعني بقام نص كيلو. بصوا ده هنا بكام، نص كيلو. بس بصوا البتنجان الابيض غالي ازاي. حاجتنا نحاسب ونجري على المطبخ. نجري، جبت الخضرة وجبت طماطم، جبت فلفل، نحاسب بقى وايه نمشي. تمام يلا بينا بقى. جبنا الخضار بتاعنا وروحنا البيت
عشان نبتدي بقى ايه في الاكلة بتاعتنا النهاردة، ونبتدي في غدانا. يلا بسرعة بسرعة كده. اول حاجة هبتدي ان انا هقشر بصل للوصفات كلها بتاعة الغدا. تمام، يعني هتشوفي قد ايه انتي محتاجة بصل بالمرة. اضربي كله كده في الكبة. تمام كده. حطيت شوية من الزيت مع السمنة ونزلت بالبصل كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا عرفتوا من الشوبينج احنا هنعمل ايه النهاردة، صح ولا ايه؟ الورق العنب بتاعي شطفته من المية بتاعته، وبعدين بديله سلقة كده بسيطة. تمام، وتبقى كمية كده من البصل هنحتاجها بقى في بقية الوصفات بتاعتنا. هنضرب كده كام طماطمية كده في الكبة. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا يعني الطماطم بالنسبة للمحشي مش بضربها في الخلاط، في الكبة، عشان انا عايزة يكون فيها ايه، قطعة كده موجودة باينة في المحشي. تمام. المية بتاعت سلق الكرنب برضو حطيت فيها كمون، حطيت فيها سكر. تمام، خلصنا كده ورق العنب خلاص. والبصل عندي بتاع الصلصة هو موجود. الوك التاني ده هحط فيه عصق فيه لحمة، عشان كنت هعمل رقاق بصراحة يعني، بس ايه غيروا رأيهم وقالوا لي لا خليها ايه سمبوسة فراخ. ورحت انا عاملة كمان ايه سمبوسة بالجبنة. تمام، عملت شوية بالفراخ وشوية بالجبنة. تمام كده، بس مش مشكلة، اللحمة انتوا عارفين اللحمة المعصجة دي بتنفعنا في اي وقت، بتنقذنا بصراحة. عملت اي حاجة يبقى عندك عصاج جاهز، مفيش حاجة بتخسر. حطيت بقى، نزلت بالثوم كده على البصل، وبعدين نزلت بالمعجون الطماطم زي ما انتوا شايفين، اديته تشويحة كده وتقليبة كده مع البصل. وبعدين نزلت بقى بالطماطم والفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين، ضربته مع الطماطم في الكبة، ونزلت بيه على معجون الصلصة. وبعد كده حطيت شوية من السكر. تمام لغاية كده. تمام، هنعمل ايه بقى تاني؟ هناخد شوية من البصل بتاعنا، حطيت عليه كده فلفل اسود بس عشان لما اركنه على جنب كده يعني ما يعملش ريحة ولا حاجة. تمام، هاخد الكمية اللي انا عايزاها والباقي هغطيه، برضو هنرجع له تاني. البصل بقى الني ده برضو بتاع المحشي. خلاص، بحط بقى على البصل الني التوابل بتاعة المحشي بتاعتنا المعروفة. بنحط بقى كمون، كزبرة، فلفل اسود، ملح، رشة كده من القرفة، بنحط نعناع ناشف طبعا، ادي الكمون، شوية كده من بودرة الماجي، النعناع الناشف، والملح. هنخلط بقى كل المكونات دي مع البصل، التوابل مع البصل كويس جدا جدا. ايوه كده. وبعدين هننزل عليها بالخضرة بتاعتنا والرز المغسول. هنبتدي بقى نخلط تاني مع الخضرة، الرز مع الخضرة مع التوابل والبصل اللي هو الني. هننزل بقى بالصلصة المتسبكة، شايفين لونها حلو ازاي، لونها تحفة، شايفين عاملة ازاي. هنزل شوية شوية على الرز. بحب احط دبس الرمان كمان معاه مع الخلطة، بيدي طعم حلو. البصل بقى، بقية البصل اللي احنا كنا حاطينه على جنب ده، هحط عليه ملح وفلفل ورشة كده من الحبهان. برضو هنقلبه كويس. جبنا بقى البطاية، شفتوا البطاية، غسلتها طبعا كويس بالطحينة والملح زي ما احنا متعودين.
وحطيت شوية من الدقيق وفركتهم كده كويس جدا، وبعدين شطفتها وعصرت عليها ليمون بقى من كل حتة. يعني حتى ليمون حطيت جوه. مش عارفة صوتي ماله. معلش. خلاص. وبعدين بقى ايه، حطيت بقى البصل المتبل ده، تبلت بيه البطاية بقى من جوه ومن بره ومساج وكل حاجة. هركنها بقى شوية كده برضو. هعمل بقى ايه، حشوة للبطة كده بالبصل، اللي هي المرتة. بصراحة بحبها جدا جدا، يعني يمكن اكتر من الرز. البصل الكتير ده، وبصوا بقطعه ازاي مكعبات كده كبيرة. هننزل بقى ايه معلقة سمنة كده حلوة، فص مستكة. تمام. بعدين هننزل بقى بالبصل، بص مقطعاه كبير ازاي، عشان حشوة ايه، البط. حط عليه بقى شوية فلفل اسود، شوية ملح، بيبقى طعمه خطير. وكان عندي زبيب كمان، حطيت عليه مية سخنة وسبته على جنب شوية. حط بقى شوية قرفة. هي حشوة بقى، يعني صراحة بحبها اكتر حاجة بالقرفة والفلفل الاسود. يعني بحب في الحشوات مثلا حشوة فراخ او حمام او اي حاجة، اساسي التوابل معايا بتكون فلفل اسود وقرفة اكتر، يعني بحبها تكون باينة كده. تمام. ممكن تحط شوية من الحبهان، وحطيت كمون كمان. وبعدين نزلت عندي بقى ايه، صفيته من المية، يعني الزبيب صفيته من المية وحطيته عليه. خطير، تحفة، حشوة لذيذة جدا جدا جدا. بصوا بقى حطينا بقى في الحلل بتاعتنا دي بقى عشان ايه، نبتدي بقى نشوف المحشي. العروق بتاعت الشبت والخضرة بتاعتنا دي بحطها من تحت كده، برضو بتدي للمحشي ريحة حلوة قوي. خلاص، ما ترميهاش طبعا، بنغسلهم كويس. ولما بتيجي تخرطي الخضرة بتاعتك، سيبي العيدان دي حطيها من تحت، مع جزر وبصل وفلفل اخضر وتحطي صوص توم وطماطم. زبطي زبطي. خلاص. البطة بتاعتنا بقى شلناها من التتبيلة بتاعت البصل، بس يعني البصل موجود، يعني مش هيروح في حتة. معلش بقى بايدي بقى، معلش، عشان ايه شغل المعالق ده ما بيمشيش معايا خالص خالص يا جماعة. معلش، بالايد كده. وبعدين ايه، كتفتها كده، حطيت رجل كده ورجل كده، واخدين بالكم انتوا شايفين ازاي كتفتها. بس طبعا ايه، عشان اعمل الحركة دي بقى ايه، يعني قعدنا نتعارك انا والبطاية. وبعد تعبي وبعد العركة الكبيرة اللي كانت بيني وبينها دي، في الاخر طلعت بالشوربة. شفتوا بقى ازاي. يلا بقى ايه، نشوف السمبوسة بتاعتنا. زي ما قلت لكم، كان عندي فراخ متعصجة اللي هي بالجزر والبصل وكده. دي الحشوة دي كانت جاهزة عندي في الفريزر، طلعتها عملتها ايه بالسمبوسة. وبعدين عملت، كان نفسي قوي في سمبوسة بسطرمة وجبنة قوي. يا سلام على حشوة البسطرمة والجبنة مع السمبوسة، خطيرة. بس ايه، كسلت بقى لسه هطلع البسطرمة من الفريزر. رحت عاملة ايه، جبت جبنة وحطيت عليها زيتون وفلفل اخضر حامي، وتشكيلة بقى جبن بقى، موتزاريلا وشيدر وجبنة بيضة وكده. جبنة بيضة اللي هي الناشفة دي، ولا اللي اسمها اسطنبولي ولا ايه معرفش يعني، بس هي طعمها الناشفة دي. الملوخية بتاعتنا بقى، زي طبعا ما بنقول كل مرة، في الشوربة فص توم، كزبرة ناشفة مع الشوربة تغلي، بنزل بالملوخية والطشة بقى بتاعتنا. تمام كده، تمام. هنبتدي بقى ايه، خلاص اكلنا خلص. البطة دي بقى ايه، اديتها كده وش ايه، صلصة وسمنة وشوية من الصويا صوص،
ودهنت البطايه وحطيتها تحت الشوايه بقى ايه تاخد لون بقى التحفه الخطير اللي انتوا شايفينه ده. يبقى ايه صويا صوص وصلصه ومعلقه سمنه كده حلو. ودهنت البطايه بقى ودخلتها بقى الفرن تحت الشوايه. بصوا دي كان بقيت خلطه، رحت انا عامله ايه جبت ورق زبده وحطيت بقيه الخلطه بتاعت المحشي فيها وحطيتها فوق الكرنب، والله بقت مستويه وجميله. نغرف بقى ورق العنب بتاعنا والكرنب. بصوا بقى زي الفل. طبعا لحوست الدنيا لحوسه ما اقولكوش، عادي اخر لحوسه. بصوا بقيت الحشوه والله طعمها خطير واستوت وزي الفل. فاكرين زمان كانوا بيعملوا في ورق كده بتاع الكراسات ده، صح ولا ايه؟ والله انا فاكره كده، يلفوا بقيه الخلطه كده ويحطوها ايه يسووها برضو. ودي بقى اكلتنا. بصوا الجمال. وعملت شويه الكوسه بقى وبتنجان وطماطم وفلفل ودهنا وشهم برضو بالصلصه والسمنه زي ما انتم عارفين وقبل كده عملناه مع بعض. وده شكل الغدا بتاعنا النهارده. يا رب يكون وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم مره تانية في وصفه تانية. باي.